السلام عليكم. بالنسبة للطلبة اللي بتسأل إنها عايزة أسئلة أفكارها عالية، في سؤال قابلني في كتاب الوسام المراجعة النهائية، سؤال جديد وفكره حلو جدا. تعالوا كده نشوف السؤال بيقول إيه. إذا زاد الطول الموجي لدي براولي لبروتون بمقدار 25% وذلك عندما قلت كمية حركته بمقدار BO، فإن كمية حركته الابتدائية بتساوي كام؟ طبعا خبيت الاختيارات عشان عارفة انتوا بتختاروا الإجابة ازاي. طيب هنحاول نفكر في السؤال ده ونشوف هنجاوبه ازاي. وقف الفيديو، حاول تجيب ورقة وقلم وتشوف هتتعامل ازاي مع السؤال ده، وهل طريقة تعاملك صحيحة ولا لا. تعالوا نبدأ الحل. زاد الطول الموجي، يبقى في طول موجي جديد اسمه لمدة 2، عبارة عن لمدة 1 زائد أدم زاد بمقدار كام بقى؟ بمقدار 25 على 100 لمدة 1، ربع 100 في لمدة 1. ليه أنا كتبت كده؟ لو أنا قلت إن في شخص بيقبض 1000 جنيه وأنا هزوده بنسبة 25% من راتبه، يبقى هو هيقبض 1000 زائد 25% على 100 من 1000. ده اللي أنا كتبته. يبقى لمدة 2 عبارة عن لمدة 1 هي زادت بمقدار 25% على في المية بالنسبة للمدة 1. طيب يبقى لمدة 2 هتساوي، هنا المعامل ده 1 زائد 25، خلينا نكتبها كده الأول. لمدة 1 زائد تبقى 25 من 10,000 لمدة 1. اجمعهم كده، لمدة 2 المعامل اللي هنا 1 زائد الرقم ده هيبقى 1.25 من 10,000 لمدة 1. طيب ده كده بخصوص اللمدة. تعالى بالنسبة لكمية التحرك، وعندما قلت كمية حركته بمقدار BO، يبقى كمية التحرك الجديدة عبارة عن كمية التحرك الأولى بس قلت بمقدار BO. أنا كتبت كده اللي حصل لكمية التحرك واللي حصل للطول الموجي، وعايزة أشوف إيه العلاقة بين الاتنين. العلاقة اللي بين الاتنين علاقة عكسية. دي براولي قال إن اللمدة بتساوي H على BL، فنقدر أقول لمدة 1 على لمدة 2 بتساوي BL العكس، BL 2 قدام 1 على BL 1 قدام 2. لمدة 1 على لمدة 2 ما ترجعش فاضي، 1 على 1.25 من 1000، يبقى دي هتبقى 1 على 1.25 من 1000. دي على دي، أو نقول بالعكس دي على دي مترجعش فاضي، يبقى 1 على 1.25 من 1000 هتساوي BL2 اللي هي عبارة عن BL1 ناقص B اللي هي O على BL1. تمام كده هيبقى عندي BL دي اللي هي كمية التحرك الابتدائية اللي في الحالة الأولى، بس كده لما هنيجي هنجيبها بدلالة BO. نضرب طرفين في وسطين، يبقى هنا BL1 هتوزع المقدار ده على دول، فيبقى 1.25 من 10,000 BL1 ناقص 1.25 من 10,000 BO. تمام، هتسيب دي هنا وتنقل دي هناك، بس هتبقى دي 1.25 من 10,000 BL1 هتوديلها دي ناقص BL1، ودي هتجيبها هنا فتبقى من سالب تتحول لموجب، يبقى 1.25 من 10,000 BO. ماشي، يبقى انت هنا هنطرح 1.25 من 10,000، شيل منها 1، يبقى الناتج هنا 25 من 10,000 بس BL1. اطرح دي شيل منها 1 بالآلة الحاسبة، وهنا سيبها زي ما هي، خلي دي في طرف، يبقى BL1 هتساوي البعيد على القريب ب1 على، هيطلع كام بقى؟ هيطلع 401. هيبقى الناتج ده كده 401 BO. يا ترى كم واحد جاوب على السؤال ده إجابة صحيحة؟ يا ريت تكتبولي في التعليقات. ولو حد محتاج يعرف الأسئلة اللي هي مستواها عالي،
الامتحان ده امتحان الالتحاق بكلية الهندسة. لو حد عايز يطلع على مستوى عالي من الأسئلة ينتظر إن شاء الله الفيديو اللي جاي، هيبقى عبارة عن الامتحان ده هدية من المحتوى الخاص لو حد عايز يتابع الأسئلة بإذن الله. واستودعكم الله.